في الفيديو النهارده جايب لك اهم سر عشان تعمل الفورمه والجسم اللي انت بتحلم بيه طول حياتك. عايز تعرف ايه هو السر؟ صاحبك في التمرين. مستغرب طبعا. طيب تعالى بقى النهارده اقول لك شويه حاجات محدش قالها لك قبل كده، وان صاحبك عليه 80% من الفورمه والجسم اللي انت بتحلم بيه. احلى مسا عليكم يا جماويه، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. معكم محمد عواد. لو انت اول مره تشوفني هنا في القناه، بنتكلم عن كل حاجه ليها علاقه بتمرينك وبصحتك وبتغذيتك. من الاخر هتعمل فورمه، يعني هتعمل فورمه. في الفيديو النهارده هنتكلم عن فايده انك تروح الجيم مع صاحب ليك. ده بالنسبه للولاد وللبنات، يعني هتروح مع صاحبك او هتروحي مع صاحبتك. ده ليه فوائد كتيره جدا هنعرفها النهارده. بس ثانيه واحده، في نقطه عايز اتكلم فيها. صاحبك او صاحبتك اللي انا اقصدهم في الفيديو هنا، صاحبك اللي هو قد المسؤوليه، الصاحب الراجل اللي قد المسؤوليه. ما اقصدش صاحبك حضرتك جاي ولا جاي تهرج؟ انا جاي اهرج. في صاحب ياخدك هنا، وفي صاحب هينزلك لتحت. تاني نقطة تخلي بالك منها، ان يكون عنده هدف قريب من هدفك. عادي جدا، وبشوف ناس كتيرة جدا بتنزل الجيم وهي مش في هدفها اصلا التمرين، مش في هدفها ان هي تظبط جسمها، عايزة توصل لشكل معين، مش في هدفها الكلام ده. هو ممكن يكون عنده شوية وقت فاضي وبيروح يتمرن، اما مش عنده هدف، ودي تفرق كتير جدا. فلازم صاحبك اللي هتروح معاه الجيم يكون عنده هدف قريب من هدفك. نخش في فوائد على طول انك تروح الجيم مع صاحب ليك. خلي بالك الفيديو هيتقسم لجزئين، جزء بالنسبه للناس المبتدئه لسه في الجيم، والجزء الثاني بالنسبه للناس المتقدمه في الجيم وبتلعب بقالها فتره. هنتكلم اول حاجه عن الفوائد للمبتدئين. لو انت هتروح الجيم وانت مبتدئ مع واحد صاحبك، اول فايده ودي مهمه جدا جدا، ودي اللي هيترتب عليها كل حاجه بعد كده، انك هتلتزم بالتمرين وهتنتظم انك تروح الجيم يوميا. ودي مهمة ليك جدا جدا. اول كام شهر، خلي بالك اول كام شهر، اول 5-6 اشهر دول اصعب فترة في الجيم. بمجرد اما هتشوف النتائج وان جسمك ابتدى يتحسن وان اللبس بقى شكله عليك حلو، هتخش في مرحلة الادمان. خلاص انت كده عديت الفترة دي، كده انت هتنزل الجيم بعد كده، وده هيبقى لايف ستايل، وهتنزل على طول مش هتبطل حديد. ومن خبرتي بقول لك لازم تثبت ساعة يوميا انك تروح فيها الجيم مع صاحبك. ساعة، يعني مثلا هتثبته الساعة 6 تبقوا في الجيم، خلاص ده يوميا الساعة 6 دي بقت مقدسة. الساعة 6 نبقى في الجيم. ما تسيبهاش بقى ايه النهارده نروح الساعة 4، بكرة لا صاحبي خارج، انا النهارده تعبان. يوم في التاني في التالت هتغيروا المواعيد، هتكسلوا، وموضوع الجيم ده هيتقفل ومش هتروح الجيم ده تاني. تاني فايدة انك هتوصل لهدفك في اسرع وقت. دلوقتي انت بتنزل بتتمرن 5-6 ايام في الاسبوع، قارن نفسك بقى بواحد بينزل الجيم يوم و10 لا. دلوقتي انا اللي هيوصل لهدفه اسرع، اللي بينتظم في التمرين وبيتمرن 5-6 ايام في الاسبوع، ولا اللي بيروح 2-3 في الشهر؟ ثالث نقطة ودي مهمة برضو، التمرين هيبقى أكتر متعة. هتستمتع كده وأنت رايح الجيم كأنك خارج. أنت لو بتروح مع واحد صاحبك حبيبك، عادي بقى، إحنا بدل ما نقضي الوقت بتاعنا في أي حتة مش تمام، إحنا بنروح الجيم مع بعضينا، بنضحك وبنهزر وبنعمل كل حاجة وبنتمرن وبنرجع سوا. فأنت كأنك رايح خروجة كده مع واحد صاحبك، فده هيحببك في التمرين أكتر. النقطة اللي بعد كده ودي مهمة جدا، لو الجيم بعيد عنك، صاحبك هيشجعك إنك تروحوا سوا. بيجيلي رسائل كتيرة جدا، يا كابتن احنا عايشين في قرى وفي اماكن الجيمات القريبة مننا بعيدة جدا وبنركب لها كذا مواصلة. فانت هنا بقى يجي دور صاحبك اللي هيشجعك انك تروحوا سوا يوميا وما تكسلوش. اما انت لو هتركب المواصلات دي يوميا استحالة تروح. طيب نقطة تانية برضو مهمة، لو انتوا خلاص بقى ايه وصلتوا الجيم ورحتوا الجيم وما كسلتوش، في ناس بتتكسف ان هي تسأل. عادي جدا، يبقى واحد بيلعب غلط بس مكسوف ان هو يروح يسأل الكابتن عشان ما يكشملوش، وعشان ايه ما يدلوش الوش الوحش اللي هما بيدوه على طول. فانت لما تبقى انت وصاحبك، الكابتن هيتكسف على دمه وهيحاول على قد ما يقدر ان هو ايه يفيدكم. 90% من اللي نزلوا الجيم قعدوا فترة وبطلوا قعدوا في البيت، اكيد مروا عليهم نقطة او نقطتين من اللي انا قلتهم دول وتحججوا بيهم. الجيم بعيد، انا بتكسف اسال الكابتن، انا بتمرن غلط، انا كلها اعذار، وفي الاخر هتقعد في البيت. وارجع واكرر تاني، اهم فتره ليك في الجيم واصعب فتره هي اول 5-6 اشهر. عديت الفتره دي
خلاص انا كده باكد لك وبضمن لك ان حياتك هتتغير. نخش بعد كده على المستوى المتقدم، وانك بتروح الجيم مع واحد صاحبك وانتوا الاتنين مستواكم متقدم في اللعبه. اول حاجه هتخلق بينكم روح التنافس، ودي حاجه صحيه جدا. في دراسه اتعملت انك لو بتتمرن مع واحد وزميل ليك في نفس مستواك، تحفيزك والحماس عندك هيزيد بنسبه 40%. ودي حاجه بيسموها كولر افكت، يبقى ابحث عنها. جسمك كده بيتحفز بنسبه 40% زياده، ده لمجرد بس ان في واحد بيتمرن معاك. تاني نقطة، هتجربوا تمارين جديدة. خلي بالك ان جسمك هيوصل لمرحلة اسمها البلاتو، ان جسمك بطل يتطور، بطل ينمو. ساعتها بقى تيجي دور التمرينات الجديدة والزوايا الجديدة المختلفة. حاجات بقى ايه لازم تشكل بقى في تمرينك، حاجة زي الدروب ست. الدروب ست ده بيفقد اهميته بمجرد ما بتريح، فلازم يكون معاك واحد بيتمرن يغير لك الاوزان في اسرع وقت ممكن. تالت نقطة، تمرينك هيبقى امن اكتر، وهتعرف تشيل اوزان اعلى وانت مطمن. ادي لك مثل، دلوقتي انا في اوزان استحالة اقرب لها لو انا بتمرن لوحدي. مثلا الدمبل 60 كيلو اللي هو التجميع الصدر، استحالة العب بيه لوحدي. انا عايز حد يبقى معايا في الطلعة في اول عدة وفي النازلة في اخر عدة. خلي بالك 90% من الاصابات بتيجي في اول عدة، في انك لما بتيجي تمسك الوزن كده من الثبات. نقطة رقم 4، هتعرف تاخد فترة راحة كويسة. على فكرة فترة الراحة بين المجموعات ما تقلش أهمية خالص عن التمرين. عملوا دراسات بالناس بتاخد فترات راحة بين المجموعات حوالي 10 ثواني، وناس تانية بتاخد دقيقة. لقوا إن المجموعة اللي بتاخد دقيقة راحة بين المجموعات بيتطوروا أسرع وبيبنوا عضلات بشكل أسرع. يعني أنت لعبت المجموعة بتاعتك وسبت الوزن كده، أنت ابتديت تخش في مرحلة الراحة. هتقوم صاحبك هيجي يقعد مكانك، هيدور على الوزن المناسب ليه، هيبتدي يخش مجموعته كده. انت كل ده انت واخد راحة. لو حسبت الفترة دي هتلاقيها في حدود دقيقة، وانت مش محتاج اكتر من كده. خامس نقطة ودي مهمة برضو، هتقعد فترة اطول في الجيم. دلوقتي انت بتتمرن مع واحد صاحبك مش حاسس بالوقت. لما يبقى معاك صاحبك في الجيم هتدي كل عضلة حقها، هتلعب التمرينة من اولها لاخرها، مش هتحاول تاكل منها كام مجموعة او كام عدة. الخلاصة ما تتمرنش لوحدك. كده اكون خلصت حلقة النهاردة. يا رب الحلقة تكون فادتك بأي معلومة. شير على قد ما تقدر، اكتب لي كومنتات، لو عندك اي سؤال اكتبه لي تحت. اللايك يا شباب بيساعد جدا في نشر الفيديو، خلي ناس كتيرة تستفاد. اشوفكم الحلقة الجاية. سلام.